عبد الحليم وسعاد نعم كان ممكن انت قلت انهم اتجوزوا، نعم وانت ادرى. نعم. هل لو هذا الزواج كان معلن تفتكر كان استمر؟ لا. ليه؟ لأنه عبد الحليم وسعاد يشتركوا في سمة واحدة قاتلة لا أحد يعلمها: الغيرة. الغيرة. أنت عمرك تشوف عبد الحليم يبعت سواقه إلى شارع شريف عشان يجيب ورقة قد كده يوريهاني بالليل فيها أرقام السيارات؟ لأنه اللي واقفة تحت بيت حسن الصيفي. لأن سعاد فوق بتلعب كوتشينة. نعم. نعم. لا ما انت عارف كان ساعات فدي غيرة قاتلة. أيوة. وبعدين إذا كان هناك زائرات لعبد الحليم، وعبد الحليم نجم النجوم، كانت سعاد بيحصل لها اضطرابات معدية. حلوة اضطرابات معدية. نعم. يعني الحس الشعبي يقول لك ايه؟ تقلب بطنها، بتقلب. لا هقول لك حاجة. أنا مرة من المرات فاكر إن خد اللي كانوا موجودين في الشقة وأنا كنت منهم. نعم. وهو ساق عربية. نعم. ورحنا عند معمرة الإيموبيليا وبقى يسأل السايس وبتاع الجراج وبتاع مش عارف إيه. هو مش شاكك فيها إنها على علاقة بحد، بس عايز يعرف هي بتعمل إيه. نعم. بتلعب كوتشينة مع مين. نعم. وات ايفر يعني. نعم. ما هو الورقة كانت فيها أرقام سيارات. أيوة. الذين يجلسون فوق. فهو تقريبا عارف الترابيزة دي عليها مين ومين ومين ومين. يعني الغيرة من أرقام سياراتهم. الغيرة قاتلة. قاتلة. هو هقول لك حاجة، يعني زي ما حضرتك سألتني برضو الايه، ما كانش ممكن تستمر جوازة. يعني لازم الزوجة دي تبقى ملاش علاقة بالفن عشان ما يبقاش فيه المنافسة. نعم. ده نمبر 1. ولازم تبقى بتحب الشخص قوي علشان تغفر له. تغفر له وتسنده وتوقفه على رجله وتبقى باكينج هيم.